بيبدأ الفيلم بعملية انفجار في مدينة جوه الهند، وبعدها الشرطة بتروح للمكان ده علشان تحقق في اللي حصل. بس للأسف واحد من الضباط دي بيكون دايس على لغم، ولما خان مفتش الشرطة بيشوفه بيطلب منه ان هو ما يتحركش من مكانه ابدا، ولانه كان ضابط شرطة شجاع وما كانش بيخاف من الموت بيجري عليه وبيقدر ان هو ينقذه من الانفجار، وبيتكتب لهم هما الاتنين عمر جديد. وبعدها بياخدوا خان وبيوديه المستشفى لانه كان اتصاب، والدكتور بيكون مستغرب لان دي ما كانتش اول مرة خان يروح له فيها المستشفى وهو مصاب. وبنعرف ان هو دايما بيعمل حاجات مجنونة في شغله، وممكن عادي جدا ان هو يضحي بحياته كلها علشان ينقذ اي حد محتاج له. ولما الدكتور ده بيروح الباب بيخبط، وبيتفاجئ ان اللي جايله ده زعيم خلية ارهابية اسمه مالك، ومن غير اي رحمة مالك ده بيطلع سلاحه وبيقتله لمجرد بس ان هو عارف ان هو عالج ضابط شرطة. ومش بس كده، ده ما اكتفاش كمان بقتله، وللاسف بيخلص على مراته وبنته. بعدها بنشوف مرات الضابط خان وبنعرف ان هي اسمها نيلما، وفجأة بتشوف ابنها وهو واقف على الشباك وكان عايز ينط من عليه، ولما نيلما بتروح له وبتحاول ان هي تمنعه ابنها مش بيسمع كلامها وبرضه بينط من على الشباك، ونيلما بتكون مصدومة من المنظر وبتاخده وبتوديه المستشفى. وكانت الصدمة لخان لما بيلاقي ان الدكاترة رافضين يعالجوا ابنه لانهم كانوا عارفين ان لو ملك عرف هيقتلهم. وما كانش قدام خان في الوقت ده غير انه هياخد ابنه ويروح مستشفى تانية، لكن برضه للأسف الدكتور بيرفض يعالج ابنه، وخان بيتعصب عليه وبيطلع سلاحه وبيفضل يضرب عليه نار وبيهدده ان هو هيقتله. لكن بعدها للأسف بيفوت الأوان لأن ابنه بيكون مات، وخان ونيلما ما كانوش مصدقين ان ابنهم الوحيد مات قدام عينيهم وما كانوش قادرين يعملوا له أي حاجة. وفي الوقت ده خان بيقدر ان هو يحدد مكان مالك، وما كانش شايف أي حاجة قدامه غير ان هو ينتقم منه. بعدها بنشوف اتنين، واحد كان اسمه ألطاف والبنت كان اسمها صوفي، وبنعرف ان هما الاتنين كانوا جيران وبيحبوا بعض. ولما بيرجعوا البيت بيتفاجئوا بملك ورجالته موجودين عندهم، لانهم بيكونوا عارفين ان الشرطة عرفت مكانهم وبيكونوا مستخبيين في المكان ده علشان يعملوا لهم كمين. وفعلا اول لما الشرطة بتيجي ملك ورجالته بيهجموا عليهم وبيبدأوا ان هما يضربوا نار على بعض، وللأسف في ناس كتير بتموت ملهاش اي ذنب. وألطاف بيشوف عيلته كلها وهي بتموت قدام عينه، وفي الوقت ده خان بيكون قريب منه وألطاف بيفضل يبصله في عينه وبيكون واقف مذهول من المنظر اللي حصل قدامه. وتاني يوم خان بيحكي لمراته على اللي حصل وبيعرفها ان وقت العملية قتلوا عيلة واحد اسمه ألطاف غصب عنهم، وعلى طول نيلما بتحس بذنب جوزها وبتطلب منه ان هم يتبنوه ويربوه مكان ابنهم اللي مات. بس خان بيكون خايف لانه كان عارف ان ألطاف شافه وهو لابس القناع، وكان خايف ان ألطاف يعرف في يوم من الايام ان هو اللي قتل عيلته، لكن في نفس الوقت بيكون حاسس بالذنب وبيوافق ان هو يتبناه ويجيبه يعيش معاهم في البيت. وبعدها على طول بيروح لقسم الشرطة وبيقدر ان هو يطلعه، وبعدها بياخده وبيرجع بيه البيت، ومع الوقت بيحبوه وبيحسوا ان هو فعلا ابنهم اللي مات. وفي يوم ألطاف بيفتح الدرج بتاع مكتب خان وبيلاقي القناع والمسدس موجودين فيه، وبيبدأ ان هو يتخيل الماسك ده على خان وبيفتكر اليوم اللي هو شافه وهو لابسه، وبيعرف ان خان يبقى هو الضابط اللي قتل عيلته كلها قدام عينه. ولما خان بيرجع البيت بيتفاجئ لما بيفتح الدرج ومش بيلاقي سلاحه، وفجأة بيجي ألطاف من وراه وبيضرب عليه نار، لكن خان بيقدر ان هو يتفادى الرصاص ده وبيضرب على ألطاف نار من غير ما يعرف ان هو ألطاف لانه بيكون لابس قناع. وبعدها بتعدي السنين وبيكبر ألطاف، وبنشوف واحد اسمه هلال وهو بيتفق مع مسؤولين كبار انه يعمل عمليات إرهابية في المدينة، وهلال بينتهز الفرصة وبيطلب منهم 10 مليون دولار وبيعرفهم ان ألطاف هو اللي هيساعده في المهمة دي. وبعدها بنشوف ألطاف وهو بيهجم على مجموعة من الضباط وبيفضل يضرب ويقتل فيهم، وبياخد لبس آخر ضابط فيهم قبل ما بيقتله وبيلبسه وبيروح بيه اسم الشرطة وبيسأل على مكتب خان فين علشان يطلع يقتله، لكن لما بيطلع مش بيلاقيه موجود. وألطاف بياخد اللاسلكي بتاعه وبيلبس القناع علشان محدش يتعرف على وشه. وفي الوقت ده خان بيكون في الحمام وما كانش حاسس بوجود ألطاف، وأول لما بيطلع ألطاف بيضرب عليه نار، لكن بيجي ظابط تاني وما كانش قدام ألطاف غير إن هو يهرب من المكان. ولما خان بيرجع البيت بيقول لمراته إنه متأكد إن ألطاف هو اللي كان عايز يقتله، وبعدها بيطلع في برنامج على التلفزيون وبيفضل يهدد كل الجماعات الإرهابية إنه هيقتلها. ولما ألطاف بيسمعه بيكون متضايق جدا، وكانت الصدمة ليه لما بيلاقي إن المذيعة اللي عاملة معاه لقاء هي صوفي البنت اللي كان بيحبها من وهو صغير. وتاني يوم بيروح لها في حفلة وبيقرب منها، ومن كتر ما هي كانت فرحانة بتحضنه قدام كل الناس، وبعدها بتبدأ إن هي تحكي له حكايتها كلها لحد ما قدرت إن هي تكون مذيعة. ولما بتسأله أنت كنت فين طول السنين اللي فاتت دي كلها، ألطاف بيضطر إن هو يكذب عليها وبيحكي لها حكاية تانية خالص. وبعدها بيخرجوا مع بعض وبيكتشفوا إن الحب اللي كان بينهم لسه موجود.
وتاني يوم ألطاف بيعرف هلال إن هو جاهز لعملية إرهابية جديدة، وبيقول له إن هو هيستغل صوفي حبيبته علشان تقدر إن هي تخليه يدخل مبنى الإذاعة ويفجره. وعلى طول بتبدأ العملية، وهلال بيقتل واحد من رجالته وبياخدوه وبيرموه جوه كمين شرطة، والشرطة بتفتكر إن هي اللي قتلته وبيلاقوا معاه خريطة مزيفة. وبعدها ألطاف بيطلب من صوفي إن هي تساعده وتخليهم يدخلوا أصحابه من على البوابة. وبعد كده بيكلم برج الإذاعة وبيعرفهم إن هو موظف، وبيقول لهم إن في عطل مفاجئ حصل وإنه هيبعت 5 مهندسين علشان يصلحوا العطل ده. وفي الوقت ده خان بيجيله تليفون، وألطاف بيعرفه إن في عملية إرهابية جديدة هتحصل. وعلى طول خان بيخرج وبيشوف الخريطة المزيفة، بيروح مكان تاني خالص وبيمشي كل الناس اللي فيه لأنه كان مفكر إن الانفجار هيحصل في المكان ده. وبعدها رجالة ألطاف بيقدروا إن هم يدخلوا مبنى الإذاعة وبيلبسوا لبس مهندسين وبيعدوا من البوابة من غير ما حد يشك فيهم. وبعد دقايق ألطاف بيكلم خان علشان يفرجوا البرج وهو بينفجر ويشمت فيه، وخان بيروح لصوفي وهو متعصب وبيفتكرها شريكة ألطاف، لكن لما بيتكلم معاها بيعرف إن ألطاف استغلها علشان يقدر إن هو يدخل المبنى هو ورجالته وينفذ العملية. وبعدها بيقدروا إن هم يرسموا صورة لألطاف وبينشروها على التلفزيون. وفي الليل ألطاف بيروح لصوفي وبيبدأ إن هو يحكي لها على كل حاجة، وبيعرفها على السبب اللي خلاه إرهابي، وبيقول لها إن الشرطة زمان قتلت عيلته كلها قدام عيني، وبيأكد لها إن هو لسه بيحبها وإنه ما يقدرش يبعد عنها. لكن في الوقت ده الثقة بتكون اتدمرت، وصوفي بتطلب منه إن هو يبعد عنها وما يجيلهاش هنا تاني أبدا. وما كانش قدام ألطاف غير إن هو يسيبها ويمشي في الوقت ده لحد ما تهدى. وبعدها بيروح يقابل نيلمة مرات خان اللي كان عايش معاها زمان، وبتفضل تترجاه ان هو ما يأذيش خان جوزها ويبعد عن سكة الإجرام ويرجع يعيش معاهم تاني. لكن طبعا ألطاف بيرفض لأنه ما كانش قادر ينسى ان خان هو اللي قتل عيلته كلها. وبعدها بنشوف خان وهو قاعد مع مديره وبيعرفه ان رئيس الوزراء هيزور المدينة وانه لازم يأمن المكان بتاعه كويس. ولما بيرجع البيت بيعرف ان مراته قابلت ألطاف وبيتعصب عليها وبيفضل يزعق لها، وبعدها بيسيبها وبيمشي وبيروح يأمن المكان اللي هيعدي منه رئيس الوزراء. وألطاف بيتصل بيه وبيعرفه ان النهارده آخر يوم في حياته، وبيقدر ان هو يبدل شنطة خان بشنطة تانية مليانة متفجرات. ولما خان بيركب العربية الشنطة بتكون جنبه، وبيرجع البيت وبياخد الشنطة معاه وبيدخل لمراته علشان يصلحها. وفجأة بيحصل انفجار شديد، وللأسف مرات خان بتموت في الانفجار ده قدام عينه. وبعد ما بتخلص مراسم الجنازة بيرجع البيت وهو مصدوم وما كانش مصدق ان هو مش هيشوف مراته تاني. ولما ألطاف بيعرف ان نيلما مرات خان ماتت بسببه بيفضل يبكي لانه كان بيحبها جدا وكان عارف ان هي ملهاش اي علاقة بموت اهله. وتاني يوم خان بيروح لواحد من الارهابيين وبيفضل يعذب فيه لحد ما بيعرف منه مكان الجماعة الارهابية، وعلى طول بياخد رجالته وبيروح المكان ده وبيفضلوا يقتلوا فيهم كلهم. وبعدها خان بيلاقي شريط عليه معلومات عن العملية الجديدة، ولما صوفي بتشغله علشان تحاول تعرف منه أي حاجة خان بيشوف واحد منهم وهو لابس لبس جيش وبيقلق جدا وكان نفسه إن هو يعرف كل المعلومات عن العملية دي. وفي الوقت ده ألطاف بيكون واقف مع رجالته وبيشرح لهم يعملوا إيه في العملية الجديدة، وبتطلع إن العملية دي هي اغتيال رئيس الوزراء في المطار. وخان بيفكر في خطة وبيعمل حرائق كبيرة في الزنزانة وبيدي فرصة لواحد من الإرهابيين إن هو يهرب، وطبعا بيفضلوا ماشيين وراه لحد ما بيعرفوا هو رايح فين وبيهجموا عليهم. وبيقدر خان ان هو يقبض على هلال وبيهددوا ان هو هيقتله لو معرفوش كل حاجة عن العملية، لكن طبعا هلال بيرفض ان هو يديله اي معلومة. وبعدها صوفي بتروح له وبتفرجوا على فيديو وبتعرفه ان هي عرفت كل حاجة، وخان بيكون مصدوم من اللي هو عارفه لان الموضوع بيطلع اكبر بكتير من اغتيال رئيس الوزراء. وبعدها بيمشي كل رجالته وبيترجى هلال ان هو يعرفه فين مكان ألطاف، وفي مقابل ده بيوعده ان هو يهربه بره الهند. وما كانش قدام هلال غير ان هو يوافق وبياخده بيوديه لمكان ألطاف، لكن هلال بيغدر بيه وبيدخل لألطاف وبيعرفه ان خان واقف بره. وبعدها بتبدأ بينهم معركة كبيرة وألطاف بيفضل يضرب فيه بكل انتقام. وبعدها خان بيقوم وبيحاول يفهم ألطاف ان هلال بيضحك عليه وان الصواريخ اللي هتتضرب دي هتفجر جوامع المسلمين، وبعدها هتحصل فتنة طائفية كبيرة هتقضي على الهند كلها. وفي الأول ألطاف ما بيكونش مصدقه، وفجأة بيشوف هلال وهو بيضرب خان بالنار وبيأمر ألطاف إن هو يقتله. لكن في الوقت ده ألطاف بيفكر في كلام خان وبيصدقه وبيلف وشه وبيضرب هلال بالنار وبيقتله، وبيتحدوا هو وخان مع بعض وبيفضلوا يقتلوا في كل اللي موجودين. وألطاف بيشيل الار بي جي
وبيضرب طلقة بتدمر المكان كله، وللأسف بيتصاب وبيقع من مكان عالي، وخان بينط وبينزل وراه وبيقدر ان هو ينقذه في اخر لحظة، وبعدها بياخده للمستشفى وصوفي بتجيله، والطاف بيغير حياته كلها وبيسيب سكة الاجرام، وبيخلص الفيلم على كده. لو كنت مكمل معايا لحد الوقت ده فاكيد ملخص الفيلم عجبك، فياريت ما تبخلش عليا باللايك والاشتراك في القناة علشان تتابع معايا اقوى ملخصات الافلام. وعلشان اتاكد انك كملت معايا ملخص الفيلم للاخر اكتب لي في التعليقات كلمة بطل، وما تنساش انك تنزل تحت في الوصف وتشترك في قناتي التانية اللي بقدم فيها ملخصات اجنبي. وتحياتي لكل اخ واخت متابعيني. يلا سلام.